بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس بقى يعني نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم بارك وصلي على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. النهارده يا حبايب قلبي هوريكم ازاي تعملوا كبدة الفراخ بدون ما يطلع لها زفارة ولا تشمي فيها ريحة زفارة ولا أي حاجة. أول حاجة معاكي بقى حلة على النار وحطي فيها مية وخلي بس المية تغلي، وهقول لكم هنعمل ايه. بسم الله. المية غليت يا حبايبي اهي. هنزل بالكبده، انا لسه ما قطعتهاش كبده الفراخ، يا دوبك بس طلعت اللي ساعات بتلاقوا فيها زي دم كده، ده طلعته منها. هنزل بيها في الميه. الطريقه دي يا جماعه ما بتخليش للكبده ريحه زفاره خالص، وبتخليها طعمها كمان حلو جدا. هنسيبها بقى في الميه، هتشوفوا بقى كميه الريم اللي هيطلع منها. الريم ده هو اللي بيخلي كبده الفراخ زفاره. عايزه اوريكم كميه الريم اللي طالع من الكبده. تخيلوا، انا هقرب الكاميرا كمان اهو، شايفين؟ تخيلوا كمية الريم دي في الكبدة لما انتوا تعملوها من غير ما تسلوها كده. شايفين؟ اهي دي اللي بيخلي الزفارة للكبدة. هوريكم قد ايه. شايفين؟ شايفين كمية الريم يا جماعة؟ شايفين كمية الريم اللي طالعة؟ تخيلوا بقى احنا بتعملوا الكبدة بزفارتها، شايفين الريم اللي طالع منها؟ بالشكل ده كده يا حبيبي. شايفين؟ شايفين الريم اللي طالع من الكبدة؟ هو ده اللي بيخلي الكبدة بتاعت الفراخ زفرة. لكن لما تحطها في مية مغلية تبقى نظيفة جدا وهتبقى سهلة التقطيع. شايفين؟ دي الزفارة اللي في قلب كبدة الفراخ اللي انا مطلعها من كبدة الفراخ. وهوريكم بقى طريقة كبدة الفراخ انا بعملها ازاي. خلاص كده يا حبايب قلبي، هاخدها على مية اشطفها وهقطعها. خلاص كده يا حبايب قلبي، هناخد بقى الكبدة ديت نشطفها ونقطعها زي ما احنا عايزين. عايزه اوريكم نظافه الكبده. زي ما انتم شايفين كده الكبده يا جماعه، بسم الله ما شاء الله يعني. بعد ما اتسلقت وتشال الريم، شايفين منظر الكبده؟ انا قطعتها، شايفين؟ لا فيها دم ولا فيها اي حاجه، يعني تاكلي وانت مطمنه. عاوزه اوريكم، شايفين منظر الكبده ونظافتها؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بعد ما طبعا حطيتها في ميه مغليه وشلت الريم اللي عليها، ولا في اي ريحه زفاره. وشايفين حتى منظرها يفتح النفس ازاي، ولسه ما حطيتلهاش لا بهارات ولا توابل ولا اي حاجه. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. هنحط الحله بتاعتنا على النار وهنحط زيت. شوية زيت محترمين كده. هو مش الزيت كتير يا جماعة، بس عشان انا الازازة مش شايلة الغطا، عاملة له فتحة كده بنزل منها يعني. انتوا عارفين ان الزيت غالي قد ايه. هنسيب الزيت بس بتاعنا يسخن وهقول لكم هنعمل ايه. هننزل اول حاجة بالكبدة بتاعتنا. شايفين منظر الكبدة جميل ازاي؟ جربوا الطريقة اللي انا هعملها دي يا جماعة. حتى الطبق، شايفين الطبق نضيف ما فيهوش حاجة. زي ما بتعملي الكبدة بحالها تلاقي الكبدة منزلة دمها شوفوا بقى. بس الكبدة تتشوح شوية كده، هنشوحها مع بعض كده.
شوفوا معايا توم، معايا قرن فلفل حامي، وكمان فيها رشه شطه، حطيت حته صغيره قلت الله حرام عليا حد يتعب ولا حاجه، ومعايا بصل. هنزل بقى ومعايا ملح وكمون وكزبره. هننزل بكل الحاجات اللي معانا دي. سهله جدا الطريقه ومش صعبه. ننزل بقى بالملح بتاعنا، وهنقلب كل المكونات بتاعتنا دي. شايفين طريقه سهله مش صعبه ازاي؟ وهنهدي على الحله بتاعتنا ونغطيها ونسيبها. مش عايزه اقول لكم ريحه الكبده فظيعه. تعالوا بقى نعمل المكرونه. احنا النهارده هناكل كبده ومكرونه. شوفوا بقى المكرونه بتاعتي، في ناس بتحط تضرب الطماطم بتاعتها في الخلاط او الصلصه تسبكها وتيجي نازله على المكرونه بقى. لا انا مش بعمل كده يا جماعه. انا المكرونه ما كانش فيها بصل وتوم ما احسش ان انا باكل مكرونه. طبعا مقطعه بصلتين حلوين كده، ما تتخيليش دايما نقي في المكرونه البصلتين حلوين كده. البصله تحمر او تبدا خلاص هتبدا تخش على تاخد لون، باجي نازله معاها بالثوم. عايزه اوريكم جمال الكبده يا جماعه، بجد بجد وريحتها تحفه. شفتوا هي مش متعبه جدا، يعني طريقه سهله وبسيطه. شايفين 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 الكبده وجمالها؟ شايفين؟ ولا فيها بقى ريحه زفاره ولا اي حاجه، تاكلوها كده ونفسكم مفتوحه. عايزين تعملوها على العشاء سندوتشات، عايزين تعملوها في الغدا مع مكرونه، يعني تمشي في كل الاحوال. شايفين البصله يا جماعه خدت يعني قربت تاخد اللون الذهبي اهي. هنزل بالثوم بتاعي. جربوا المكرونه بتاعتي دي وبجد هتعجبكم جدا. المكرونه بالبصل والثوم بجد بجد بتوديكي في مكان تاني خالص، غير اللي يعني المكرونه اللي بتتعمل بالصلصه دي انا بسميها مكرونه الكسلانين، اللي يقوموا ضاربين الطماطم في الخلاط ومخلين الطماطم تتسبك وسط المكرونه يحطها في قلب الطماطم. دي اسمها مكرونه الكسلانين، لكن دي المكرونه الصح. وهتشوفوا الطعم فعلا يختلف ولا لا. بجد طريقه المكرونه دي تخليكي حتى تشمي ريحه حلوه، ريحه الثوم مع البصل كده حاجه كده جميله وتفتح النفس. خلاص البصله والثوم احمروا يا جماعه. طبعا ما عندكيش صلصه اضربي الطماطم بس، يا ريت وانتي بتضربي الطماطم في الخلاط ما تكترلهاش الميه، وتبقي تسيبيها لما تتسبك كويس قوي. هنزل بالصلصه بتاعتي. وعلى فكره انا بحب المكرونه قوي بالصلصه، بتديها مزازه كده وطعم احلى من الطماطم، بس اللي متوفر عندك استخدميه. لو استخدمتي الطماطم اضربيها كويس، وبلاش تكتري الطماطم ميه وانتي بتضربيها في الخلاط، شويه ميه صغيره كده بحيث تدي المكرونه لون احمر حلو. شايفين؟ ولازم اعمل كده الصلصه مع الثوم والبصله. ننزل بقى بشويه ميه، ما نكترش الميه. ننزل بقى بالملح بتاعنا، وما نكترش الملح كمان، لان طبعا واحنا بنسلقها حاطين معاها ملح عشان ما تبقاش حادقه معاكي زي ما احنا كده شايفين يا حبايبي. وهنحط لها شويه فلفل اسمر.
طبعا انا عندي مشكله والله، يعني الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. جيت اشغل المطحنه ولقيت المطحنه مش شغاله، ورايحه جايبه فلفل مش مطحون، فمش هكتر لان يعني ما اتطحنش كويس. حطيت شويه فلفل اسمر وهنسيبها بس يا جماعه يعني ايه 5 دقايق كده، وهنزل بالمكرونه بتاعتي. عايزه اوريكم تتبيله المكرونه. شايفين الجمال يا جماعه؟ شايفين؟ يلا بقى ننزل بالمكرونه بتاعتنا. وهنقلبها كويس، وهنحط عليها بقى البوتاجاز، نسيبها كده تاخد وتدي مع طعم الصلصه. بسم الله. عايزه اوريكم المكرونه وجمالها يا جماعه بجد، وريحتها يعني. شايفين؟ مفيش حبايه متماسكه في واحده. شايفين؟ حاجه كده جميله. حلو كده. نحط لنا شويه بقى مكرونه. عايزه اقول لكم تعالوا اتفضلوا معانا. وادي الكبده الجميله بتاعتنا. انا عايزه بس اوريكم طريقه الكبده وطريقه المكرونه ديت، يا ريت تجربوها وتقولوا رايكم. شايفين حتى منظر الكبده يفتح النفس ازاي؟ ولا الريحه؟ ما اوصفلكمش الريحه عامله ازاي يا جماعه. شويه كبده كده. ده غدانا بقى النهارده، طبعا مع طبق سلطه مع البتنجان مخلل. اقول لكم تعالوا اتفضلوا معانا، ويا رب كده اللي اكون بقدر افيدكم. ويا ريت بقى اللي يجرب طريقه الكبده بطريقتي دي والمكرونه يقول لي رايه ايه. ما ننساش لايك وتشير ودعم للقناه. ويا رب الفيديو بتاعنا يكون خفيف عليكم. اقول لكم باي باي.